الحمد لله رب العالمين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لن تذهب الدنيا حتى يأتي يوم على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذاك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ثم قال: بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن؟ أكثر مما نؤذى الآن في ديننا؟ قال: ليس ذاك، ليس بقتلكم الكفار ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل أخاه ويقتل الرجل عمه وابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنى عقولنا؟ قال: ألا إنه يرفع عقول أصحاب ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء، كما هو حاصل في هذا الزمان العجيب الغريب الذي رفع فيه العلم ووضع الجهل وذهب الصالحون وبقي المفسدون وسفكت الدماء ولعب بالعقول وبعقول الشباب بهذه الحبوب المخدرة وبالخمر وبالزطلة وبهذه الحبوب التي تجعل الرجل لا يدري ماذا يصنع، حتى يغتصب أمه وأخته ويقتل ويسفك الدماء من أجل سبب تافه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي ترجى توبته ويرجى له المغفرة والجنة، المهم لا تتلوث يده بالدماء، لأنه أول ما يقضى فيه يوم القيامة يقضى في الدماء والعياذ بالله. وجاء في سنن النساء في باب القتل وابن ماجه وعند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القاتل والمقتول متعلق به، أو يجيء وقد تعلق به وأوداجه تشغب دما، أوداج عروق عنقه تشغب دما، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما سفك دمي. ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ إن خطورة الدماء يا عباد الله عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. في سنن الترمذي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نظر يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك، أو ما أشد حرمتك، ولا المؤمن أشد حرمة عند الله منك. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. غضب عليه ولعنه، طرده من رحمته والعياذ بالله، وأعد له عذابا عظيما. هذه الآيات نزلت في المقياس بن صباب الكناني لما أسلم صحبة أخيه هشام، وجاء يوما فوجد أخاه هشام مقتولا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي رجل من بني فهر إلى بني النجار وقال: يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترسلوا إلينا قاتل هشام. قالوا: لا نعلمه يا رسول الله، ولكن ندفع الدية. فدفعوا الدية إلى المقياس بن صبابة، فلما أخذ 100 من الإبل جاءه الشيطان ووسوس إليه وقال: أتبيع دم أخيك بمتاع من الدنيا؟ وحرك فيه نعرة الجاهلية كما تحرك نعرة الجاهلية اليوم من أجل سيجارة ومن أجل دينار ومن أجل مبلغ بسيط ومن أجل أشياء تافهة ومن أجل كوب خمر، فتسفك الدماء والعياذ بالله، ويكثر الحقد ويسود القلب. فذهب هذا المقياس بن صبابة فقتل رجلا من بني فهر، ثم فر كافرا مرتدا إلى قريش. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجده وقد تعلق بستار الكعبة، فقتله الرحمة المهداة، قتله لأنه سفك الدماء ولأنه غدر وارتد عن دينه والعياذ بالله. يا عباد الله، إن حرمة الدماء عظيمة،
وإن سبب القتل الذي فشى في هذه الأيام حتى أصبحنا كل يوم نطالع خبر رجلا قتل رجلا، 3 شبان قتلوا شابا، رجلا قتل شابا، قتل أمه، قتل أباه، قتل أخته، قتل جاره، قتل عمه. هذا بسبب الابتعاد عن الدين، ولا تستقيم هذه الحياة بغير توحيد ولا دين. ما الذي سيربي الشباب؟ ما الذي سيحرك فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى إلا التربية على الدين وعلى الصلاة وعلى الفرار من الفتن التي هاجت في هذا الزمان، والتي كثرت إلى المساجد وعبادة الله سبحانه وتعالى وصحبة الأخيار وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والتربية على هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والاستقامة عليها، فبذلك ننجو. وإلا فإنه زمان عجيب غريب كثر فيه القتل. ولا أقول اليوم إلى أين نسير يا أمة محمد، بل البعض يسير نحو الهاوية والعياذ بالله، يسيرون نحو جهنم، قوم في السجن وقوم في بطون القبور، وعند الله تجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وكل شيء يرجى أن يتاب منه وترجى، وكل ذنب يغفر بإذن الله سبحانه وتعالى إلا الدماء. فاتقوا الدماء، فاتقوا الدماء، فاتقوا الدماء. والسلام عليكم ورحمة الله.